السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ الاكلة القمر دي مين بياكلها؟ اول مرة بصراحة اعملها، وعشان عملتها اول مرة ونجحت معايا يبقى ضروري جدا ان انا اعملها معاكم. عملت معاكم النهاردة البسارية المخللة، كان طعمها جميل جدا، زيها زي السردين وزي الفسيخ وزي الرنجة. كانت لطيفة قوي. ناس كتير جدا بيختلف عليها الأمر، هل تعملها وهي متنضفة ولا تنضفها الأول وتصفيها وتغسلها، ولا تعملها براسها. تعالوا كل ده هنعمله سوا النهاردة من غير ما تتنضف يعني، ونشوف الطريقة وطريقة التحضير، وكمان نشوف شكل النوع اللي أنا جايباه. بصوا البسارية بتاعتي جميلة جدا ازاي، ماسكه نفسها، لونها بيلمع فضي، ما فيهاش اي حاجه مهريه او مش مظبوطه. تمام. في الحاله دي مسكتها نضفتها زي ما بننضفها عادي، فصلت الراس طلعت بالمصارين بتاعتها. باكد عليكم انها لازم يكون حجمها كبير كده، لازم تكون ناس ماسكه نفسها صبحه ومش مهريه. يبقى كده احنا حققنا ان السمكية بتاعتنا لازم تبقى كويسة كده. عملتي ايه يا مرمر؟ هتخليها براسها ولا هتشيلي الراس والمعدة وتغسليها؟ لا طبعا عمري ما هخليلها براسها، لان فيها كمية زفارة ومية غامقة كتير جدا وريحة مش كويسة. فالاحسن انك تشيلي كل الزفارة دي، لانك بعد ما بتخللي يدوب بتبقي عايزة تشطفي وتحطي زيت وليمون، مش اكتر من كده. وطبعا لما بيتخلل الملح على الحاجات اللي زي دي بيدوب الانسجه جامد، فلو غسلتيها اكتر من مره هتبوظ معاكي. فاغسلي وصفي كويس. استخدمت ايه؟ ميكس من الملح الخشن مع الملح الناعم، كركم، شطه، بس مش اكتر من كده. وفوق الوش هحط شويه زيت زيتون. حطيت كمان في علبه من العلب، اول مره ما اخللش في اكياس، العلبه اللي هي استخدام مره واحده ديت. خدت رشه واحده من الملح او الخلطه اللي انا عاملاها دي، وهبتدي ارص البسارية زي ما انتوا شايفين كده عكس بعضيها، بحيث انها تقضي في العلبه. وكل طبقه والتانيه هحط رشه بسيطه من الملح الخشن مع الملح الناعم والكركم والشطه اللي انا عاملاها. بصوا البسارية شكلها تحفه، حلوه جدا، ماسكه نفسها، لونها فضي ناعم، ما بتضغطي عليها ايديكي ما بتعلمش مكان الضغطه، وفي نفس الوقت ما فيهاش اي حاجه مهريه. الحاجات ديت او الوصفه دي بالمعنى الاصح انا اول مره اعملها. وصفه حلوه جدا، كان طعمها في منتهى الجمال، ونجحت الحمد لله معايا بطريقه الغسل، وكانت في منتهى الجمال، ما باظتش ولا اي حاجه. خللتها ازاي؟ حطيتها في قلب التلاجة. قعدت معاكي قد ايه؟ اسبوع. لكن انا مرمر استعملتها بعد 10 ايام، لان بصراحه كان عندي حاجات تانية في مده الاسبوع ده، فما يعني ما جيتش جنبها او ما اكلتهاش، ما جاتش على دماغي بالمعنى الاصح. دي بقى من الحاجات الحلوه اللي تقدري تعمليها في الموسم بتاعك، وتشيلي منها الملح، تحط لها شويه زيت وليمون، وتخزنيها في العلبه ديت في التلاجة. هتفضل معاكي فتره كبيره جدا متخزنه ونظيفه، زيها زي السردين وكمان الفسيخ. وقت ما يجي مزاج لاكل حاجه زي كده، او مش عايزه تعملي اكل وملكيش اي مزاج لنوع من انواع الاكل، تقدري تقدميها زي ما هقدمها النهارده. لو مكملين معايا الفيديو دلوقتي اكيد عجبكم. ما تستخسروش يا جماعه تعملوا اللايك، الواحد بيتعب كتير جدا عشان يطلع لكم فيديو تستفادوا منه باي حاجه. اعملوا لايك للفيديو، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الوصفات الجديده. بصوا الرصات كلها زي ما بعملها كده، هي واحده كده. انا خلصت، هقفل عليها كويس جدا، وهحطها في كيسين تلاجة، وهحطها في رف التلاجة من اول يوم، لاني انا مش ناوية استخدمها دلوقتي. تمام. وبعد كده هنشوف شكلها عامل ازاي، ونشوف ايه اللي حصل لها. بس هحط لها رشة بسيطة من الزيت فوق الوش. الفكره بتاعت العلب دي بصراحه هي جات لي في البسارية، لكن كنت متعوده اخلي السردين في الاكياس واقفله كويس جدا بالاكياس بتاعت التلاجة. بس ممكن المره الجايه اجربه في موضوع العلب ده. كده بعد ال10 ايام اللي انا قلت لكم عليهم، فيها سائل، السائل طبعا اللي نزل من السمك، لكن الحمد لله نظيفه جدا، ما حصلهاش اي حاجه خلاص. علشان الناس اللي كانت بتشكك في موضوع الغسيل، بصوا السائل اللي نزل.
هتغسليها هتدود، هتغسليها هتعفن، هتغسليها هتبوظ. لا، حضرتك تقدري تغسليها وتنضفيها وتشيلي كل حاجه منها وحطيها في المصفى تصفي ليله كامله في التلاجة. ليه نعمل الحاجه يا جماعه بالزفاره بتاعتها وعدم غسلها، مع ان احنا ممكن نعملها كويس جدا؟ شطفتها ما اثرتش خالص على الشكل واللون بتاع السمكه، زي ما احنا شايفين اهو شكلها ولونها جميل جدا. كل اللي انا هحطه عليها لانها متنضفه عصرتين من الليمونتين، عصير ليمونتين كبار وشويه زيت بس، مفيش حاجه اكتر من كده. وهقدمها ازاي؟ تعالوا اقول لكم هقدمها ازاي. قدمتها مع بطاطس، مع رنجة، بطاطس محمرة عشان الحدوقة او الحاجة تبقى الحدقة اللي بتخش جسمنا، وشوية خضار حلوين وبصل اخضر. وصفة جميلة سهلة جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها. لو عجبكم الفيديو يسعدني جدا تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس. انا مرمر محمد، عملت معاكم النهاردة البسارية المخللة بطريقة بسيطة وحلوة جدا. اشوفكم بخير، وصفة جديدة من وصفاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.